السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. ورجعنا لكم النهاردة بوصفة سهلة وبسيطة جدا زي ما انتم شايفين معانا. هنعمل لكم الفراخ الستريبس أو الفراخ الكريسبي. زي ما انتم شايفين هي دي الفراخ بتاعتنا اللي هنعملها معاكم النهاردة. حاجة جميلة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. مش عايز أقول لكم الطريقة أو الوصفة عامله ازاي، يعني انتم اما تجربوها وتعملوها زي ما احنا عاملينها كده مش هتكلفكم اي حاجه خالص. وطبعا بدل ما نشتري من بره اللي هي الاكياس الجاهزه او المصنعات الجاهزه، لا احنا نعملها في البيت افضل وتكون مضمونه، بالذات في الظروف اللي احنا فيها اليومين دول. عايزين تعرفوا الشيف ابراهيم عمل الفراخ الستريبس دي ازاي؟ يا ريت تتابعونا في الفيديو. فضل ولا ننسى امر، ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. يلا بينا نخش في الفيديو بتاعنا ونشوفوا احنا عملنا ازاي فراخ الستريبس دي. وكده دخلنا في الفيديو يا جماعه زي ما انتم شايفين قدامكم، وهي دي مقادير الوصفه اللي احنا هنعملها النهارده اللي انتم شفتها في اول الفيديو، وهي الفراخ الستريبس. هنوريكم ازاي احنا هنعمل فراخ الستريبس النهارده بطريقه سهله وبسيطه جدا، بدل ما نشتري الكياس اللي هي الجاهزه. اي منتج او اي شركه بتشتغل بتعمل الفراخ الستريبس او الناجتس او الى اخره. فاحنا النهارده جبنا لكم الطريقه بطريقه سهله وبسيطه جدا كده. احنا مقطعين الفراخ قدامكم اهي زي ما انتم شايفه اهو، او زي ما انتم شايفين معانا مقطعينها فينجر عامله زي الصوابع بالظبط. طبعا الفراخ دي احنا عملنا لها محلول نقع اللي هو الخل والملح والليمون، ومقطعينها قدامكم اهو كده. هنقول لكم التوابل بتاعتنا، وهنقول لكم ازاي هنتبل الفراخ بتاعتنا، وازاي هنطلعها بنفس الطريقه وبنفس الجوده اللي بتيجي من الشركات اللي بتعمل الفراخ الستريبس والناجتس والحاجات اللي هي المصنعات الجاهزه. فاحنا قلنا لكم نجيب لكم الطريقه بشكل سهل وبسيط وسلس. هنقول لكم المقادير بتاعتنا. هنا عندنا هنا كوبايتين دقيق اهمت، ما عليهمش اي حاجه خالص. ده الخليط اللي احنا هننزل فيه الفراخ بتاعتنا. وهنا كوبايه دقيق واحده معلهاش اي حاجه برضو. هنبدا دلوقتي ونقول لكم احنا هنعمل ايه بالظبط، ومعاكم خطوه بخطوه. هنا عندنا بصل بودر، وعندنا توم بودر، عندنا شويه كركم على شويه كاري اهمت، عندنا بابريكا، عندنا شويه ميه بصل صغننين زي ما انتم شايفين. كل حاجه قدامكم، ملح، فلفل اسود، ملح، بهارات فراخ. كل اللي هنعمله دلوقتي هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنجيب بوله زي كده اهيت. البوله طبعا مش واضحه فاحنا هنوضح لكم البوله دلوقتي، ونبدا نشتغل معاكم خطوه بخطوه ونقول لكم احنا هنعمل ايه بالظبط. اهو كده اصبحت البوله بتاعتنا قدامكم بالظبط. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب شويه ميه البصل. شويه ميه البصل دول ممكن نستبدلهم بسنه هوت صوص، ممكن نستبدلهم بسنه كاتشب، ده لو امكن. يعني مفيش يبقى شويه ميه بصل. هنحط معلقه بابريكا اهي، معلقه كركم، بهارات فراخ اهو. نحط الملح بتاعنا بسم الله، ادي الملح. البصل يا جماعه بنحط معلقه كبيره اهو. توم باودر خلاص حطينا. البصل البودر اهي معلقه مليانه اهو، والفلفل الاسود اهو. كده اصبح كده. هنقلب المارينيه بتاعنا ونخليه جاهز كده، اصبح مكلكح. فاحنا هنعمل ايه؟ هنجيب شويه ميه صغننين كده عشان نخليه سايل اهو. زي ما انتم شايفين كده اصبح الصوص بتاعنا قدامكم. هنقلبه عشان الملح بتاعنا يدوب اهو. زي ما انتم شايفين كده عمل صوص. هنعمل ايه بقى تاني؟ هنديله حاجه خفيفه كده، شويه سكر صغننين اهو كده زي ما انتم شايفين قدامكم اهو. هنجيب الفراخ بتاعتنا. اهم حاجه الفراخ واحنا بنحطها نجيب بس فردة كلفظة تانية عشان نعصر الفراخ
بايدينا. ليه بنعصر الفراخ بتاعتنا؟ لما تيجي تحط الفراخ في اي تتبيله لازم تصفيها من الميه اللي فيها تماما. ليه بقى بنصفيها من الميه اللي فيها تماما؟ عشان تشرب الصوص بتاعك بسرعه. يعني ما تقولش هي فيها ميه عادي، شويه الميه الصغننين دول ممكن ما خلاش تشرب الصوص بتاعك اللي انت عاملاه. صف كده. كده احنا صفينا الفراخ بتاعتنا خالص. هنشيل البوله دي خلاص كده، والمضرب بتاعنا خلاص برضو. كده زي ما انتم شايفين شكل الفراخ. كده الفراخ بتاعتنا اتبلت اهي. شكلها جميل جدا، حاجة سهلة وبسيطة اهو. كده اصبحت الفراخ بتاعتنا. تبلنا الفراخ كده، هنحط الفراخ بتاعتنا في التلاجة شوية، وبعد كده نعمل البطر اللي احنا هننزل بيه في الفراخ. هنعمل ايه بقى؟ نغسل ايدينا بس الاول اهو. هنتبل اهو شويه فلفل اسود، بصل بودر اهو، توم بودر اهو، شويه بابريكا اهو، شويه كركم مع كاري اهو، شويه بهارات فراخ اهو، نحط شويه ملح زي ما انتم شايفين قدامكم كده بالظبط اهو. وهنجيب شويه، وحطينا تاني شويه بيكنج باودر، وهنحط 3 معالق نشا بالظبط. ده الخليط اللي احنا هننزل بيه بالفراخ اهو. نحط 3 معالق نشا. بسم الله. 1 2 3. وهنحط برضو على الخليط التاني اللي احنا هنقلب بيه الفراخ شويه نشا اهو. كده اصبح الخليط بتاعنا ده جاهز، والخليط التاني جاهز برضو. هنجيب كوبايه ميه، احنا عايزينه يعني ما يكونش خفيف اهو. نجيب كوبايه ميه بسم الله اهو. عايزين العجينه بتاعته عامله زي البان كيك بالظبط اهو. هي كده تقيله شويه، كده هنحب نخفها براحتنا. يعني احنا حطينا كوبايه ميه لقيناها خفيفه، مش هينفع، احنا نزود الميه بتاعتنا واحده واحده اهو. هي كده القوام بتاعها جميل جدا اهو. القوام بتاعها الصراحه كده جميل اهو، زي ما انتم شايفين كده القوام بتاعنا. كده يا جماعه، كده احنا عملنا البطر بتاعنا، وعندنا الدقيق بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو. كده الدقيق بتاعنا ده عليه نشا بس فقط لا غير، وهنا حطينا التوابل بتاعتنا زي ما انتم شايفين قدامكم. وكده الفراخ بتاعتنا جاهزه اهيت. هنبدا دلوقتي نبني، ونبدا بس هنسيبها في التلاجة شويه، وبعد كده نبدا نقلي. هنجيب طبق اهو، وهننزل الفراخ بتاعتنا، نقول بسم الله اهي. وهننزلها في البطر بتاعنا اللي هو الدقيق اهو اهي.
اهو. ننزل هنا اهو، وبعد كده نقلبها في الدقيق زي ما انتم شايفين قدامكم كده اهو. اهو الكلاكيع اللي بتطلع في الدقيق دي ما تقلقيش منها، يعني ممكن تفرك ايديكي، بتعمل شكل معاكي في الاستريبس بالذات، تديكي اللي هي القرمشه تفركيها زي كده وتتبلي عادي خالص، هتدي معاكي شكل كويس في الفراخ اهو. طريقة سهلة جدا وبسيطة، بدل ما تشتري ستريبس من بره، لا انا اعمل له ولادي في البيت اهو. خلص الكمية ونرجع في الاخر ونوريكم الكمية بتاعتنا عملت ازاي. وكده يا جماعة زي ما انتم شايفين كده انتهينا من تتبيل الفراخ وبصلناها زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. كده احنا هنبدأ دلوقتي نحطها في التلاجة لمدة نص ساعة بالظبط، وما نيجي نقلي هنقليها معاكم ونوريكم الشكل بتاعها النهائي عامل ازاي. يلا بينا نحطها في التلاجة، ولما نيجي نقليها نطلع معاكم ونشتغل معاكم واحدة واحدة. كده يا جماعة هنبدأ نقلي الستريبس بتاعنا اهو. رجعنا لكم تاني اهو، حاجة بسم الله ما شاء الله. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ ننزل في الزيت بتاعنا اهو. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم اهو اهو. عشان ما نطولش عليكم الفيديو يا جماعه، اما يستوي هنرجع لكم تاني. كده طلعنا اول شويه معانا من الستريبس، هنكمل بقيه الستريبس بتاعنا ونرجع لكم تاني اهو. هننزل كمان شويه. بسم الله، بسم الله. اهم حاجه يا جماعه النار بتاعتنا ما تبقاش عاليه قوي، يعني احنا بنعليها في الاول وبعد كده بنبدا نهدي النار بتاعتنا عشان الستريبس معانا يستوي بطريقه جميله ان شاء الله. بعد ما نخلص الستريبس بتاعنا خالص هنرجع لكم تاني ونوريكم الشكل النهائي بتاعنا عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. وبكده انتهينا يا جماعه من عمل الستريبس زي ما انتم شايفين، حاجه بسم الله ما شاء الله تحفه. مش عايز اقول لكم الطعم عامل ايه، حاجه جميله جدا. طبعا في نهايه الفيديو يا جماعه بنحب نفكركم او نذكركم فضلا وليس امر، ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع الشيف ابراهيم حسن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في لقاء اخر ان شاء الله.